السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعت لشريط بعنوان البداية والنهاية للشيخ خالد الراشد. استمعت لهذا الشريط وكان شريط مؤثر جدا، وقد أثر في حياتي كلها. ولله الحمد بفضل الله ثم بفضل هذا الشريط والشيخ خالد الراشد جزاه الله عنا كل خير تبت إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الشريط شريط مؤثر ويحكي بداية الإنسان إلى نهايته. سوف أضع لكم في الديسكريبشن بوكس الشريط، أتمنى منكم تسمعوا. وسوف أيضا أضع في خاتمة هذا الفيديو مقدمة الشريط لعل يسمعه أحد يعني ذكره بالله سبحانه وتعالى وبيوم القيامة. الذي أريده منكم يا أخوان، أي شخص عنده شريط مؤثر وقد أثر في حياته أن يكتب لي عنوانه، وسوف أضع الشريط إن شاء الله أيضا في الديسكريبشن بوكس. هذا والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف ستكون البداية؟ وكيف ستكون النهاية؟ ومنذ تلك اللحظة بدأت حكاية البداية والنهاية. بدأت المعركة بين الحق والباطل. أما من أخبارها فجديدها يبلى، ملكها يفنى، عزيزها يذل، كثيرها يقل، حيها يموت وخيرها يطول. لو لم يكن فيها عيلا أن أهلها يموتون لكفاها. سريعة الفناء قريبة الانقضاء، تعد بالبقاء ثم تخلف عند الوفاء. أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. وطريق النجاة فيها سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. والليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا بها تعد وتحسب، وجميع ما حصلته وجمعته حقا. ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، فداك نفسي لبس المرقع وهو قائد أمة، جبت الكنوز وكسرت أغلالها. بأبي أنت وأمي. تقول عائشة يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا توقد نار في بيوت آل محمد صلى الله عليه وسلم. قلت يا خالة ما طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك يذهب. والنهاية كيف سيكون حالي وحالك إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم الجحيم. لا إله إلا الله. الجحيم. يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. لو تركت على أهل المحشر لأتت على برهم وفاجرهم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. الجحيم. سمعوا لها تغيظا وزفيرا. الجحيم. فإذا نظرت إلى الخلائق ثارت وثارت وشهقت وزفرت نحوهم، وتوثبت عليهم غضبا لغضب ربهم. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. لا تظن
أن الأمر بالموت قد انتهى، البداية بل هناك بداية ونهاية أخرى. والنهاية. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. نعم، سيبعثرنا في القبور وأرض عني وسيحصل ما في الصدور، وأرض عني خصومي يوم لا ولد يغني عن الأب يغني عن الأب عند العادل الحكم يا ذا العطاء. فإذا جاءني رفعت الحجاب فيما بيني وبينه، فنظر إلي كيف شاء، وأقول له أبشر، فوعزتي وجلالي لأشفين صدرك من النظر إلي، ولأجددن كرامتك في كل يوم وليلة وساعة. أمن بإدخالنا يا رب قاطبا